معروف عن أنور وجدي إنه كان محب للثراء والمال جدا، وحكايته المشهورة إنه لما كان فقير دعا ربنا إنه يبقى عنده 1,000,000 جنيه وسرطان، وبالفعل ربنا استجاب له وبقى مليونير ومريض بالسرطان. انتهى عمر الفنان أنور وجدي في سن 44 في أحد مستشفيات باريس، وفي الوقت ده ما كانش معاه غير زوجته الفنانة ليلى فوزي وسكرتيره، ولما توفى ما كانش فيه حد مهتم أو حتى عنده دراية بتغسيله وتكفينه بالطريقة الشرعية، فتم لفه بالشاش وشحنه على مصر في الصندوق. ولما جه مصر تم وضع الجثمان في مدخل عمارته في باب اللوق، واللي كان لسه منتهي من بنائها ملحقش إنه يسكن. وكان من ضمن الناس القليلة اللي جت علشان يشيعوا الجثمان المطرب والمنشد الديني محمد الكحلاوي، اللي أصر إنه يفتح الصندوق ويلقي نظرة عليه، فاتصدم من المنظر وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، بقى ده جثمان فتى الشاشة يتلف كده ويدفن بالشاش. طبعا انفعل جدا محمد الكحلاوي، وقف ورفض تماما إن أنور وجدي يندفن بالمنظر ده، وأصر إن يعمل له كل إجراءات التغسيل والتكفين الشرعية حسب الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من إن بعض الناس ومن ضمنهم أهله وأسرته وأخواته قالوا له لا 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 مفيش وقت عشان الجنازة، إلا إنه صرخ فيهم وأصر على رأيه، وقام بأخذ الصندوق إلى مسجد عمر مكرم، وقام بتغسيله بنفسه، واشترى له كفن، وقام بتكفينه عشان يتصلى عليه. وبعد الانتهاء من الجنازة في نفس اليوم شبت خناقة كبيرة بين إخواته الورثة وزوجته ليلى فوزي، وتدخل بعض الناس ومن ضمنهم تحية كاريوكا علشان ينهوا الصراع ده أو ينهوا الخلاف ده. وتعدي السنين وعشرات السنين، والقبر أنور وجدي محدش يزوره نهائي، لدرجة إنه من 10 سنين أو أكتر من 10 سنين كان في نداءات من حراس القبر بتاعه بإن حالة المقبرة صعبة 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 جدا، والمقبرة قايلة للسقوط، ورفات الجثمان تكاد تظهر، وللأسف لا. وبيقول التربي طه عباس إنه من ساعة ما اندفن سنة 1955 محدش من أهله جه زار ولا تابع حالة المقبرة نهائيا. رحم الله أنور وجدي